فقط في المقلاة بمكونات جد بسيطة وبطريقة كذلك بسيطة. إذا بالنسبة للمكونات كنحتاجو تقريبا 120 غرام من السكر الخشن أو ساندة أو ما يعادل تقريبا بقياس العنبة كأس إلا ربع. كنحتاجو كذلك 120 غرام من دقيق الفرص أو ما يعادل بقياس عنبة تقريبا كأس مملوء. كما كتلاحظوا كنحتاجو كذلك الفاني، ثم ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات. إذا هذه هي الملعقة، تكون ملعقة صغيرة. كنحتاجو كذلك 4 بيضات. ثم في التزيين غادي نحتاج كريمة شونتيي، إذا علبة كاملة، ثم 15 قطعة من الشوكولاتة السوداء زائد دانيت، إذا الحجم الكبير. إذا بعد ما تعرفنا على المكونات ندوزو للطريقة ديال تحضير لاجينواز ديالنا. اذا بالنسبه للطريقه ديال التحضير جد بسيطه. غادي نفرغوا 4 ديال البيضات ديالنا، ثم سكر الفاني، وكذلك السكر الخشن او سنيده. ثم غادي نطرب الخليط ديالي من 4 حتى 5 ديال الدقائق حتى يتضاعف لنا الحجم ديال البيض. اذا نحاولوا نخدموا بالميكسور. اذا على بركه الله. اذا بعد ما تضاعف لي الحجم ديال الخليط ديالي، دابا غادي نزيدو الدقيق. اذا كما قلت لكم 120 غرام، ونعاود نميكسي. اذا غنزيد غير شويه بشويه. ثم في الاخير غنزيدو الخميره. اذا كما قلت لكم ملعقه صغيره. اذا ونعاود نخلط. هاني رجعت لكم مشاهديا الكرام في المرحله ما قبل الطهي. اذا كما كتلاحظوا معايا لاجينواز تاعي راها وجدات، وكما كتلاحظوا راني كنستعمل هنايا واحد المغروف. اذا وكنستعملوا كذلك واحد 4 ديال ليمون صغار ولا الزلايف ولا الكيسان على حساب داكشي اللي عندكم. المهم نحاولوا نقسموا او نوزعوا هاد لاجينواز ديالنا بشكل متساوي. اذا نوريكم انا الطريقه. اذا طريقه جد بسيطه. نحاول نحصل على 4 قطع من الجينواز او الكيك. اذا نحاول انا غنوزعهم بشكل متساوي باش نتحصلوا على 4 قطع كما قلت لكم من الكيك متساويه الحجم والشكل. اذا نحاول نقدهم غير بعنايه، يعني ميزاني. اذا كما كتلاحظوا معايا مشاهديا الكرام، حاولت نوزع لاجينواز ديالي على 4 قطع متساويه. اذا ما بقى لي دابا غير نطيب لاجينواز ديالي. اذا كنحتاج مقله ديال الطفال. اذا هذه هي الطفال اللي كنطيبوا فيها البغرير ولا كذلك الكريب. اذا كنحط هاد المقله ديال الطفل تاعي على النار، على نار هادئه، وكنحاول نخليها حتى تسخن مزيان. بعد ذلك كنضيف القليل من الزبده، حيت ضروري من هذه العمليه هذه ما نقدرش نفرغ او نطيب لي جينواز تاعي مباشره حيت غيلصقوا ليا. لتفادي الالتصاق غادي نحاول ندهنها بالقليل من الزبده. اذا في كل مره وانا كنطيب قطعه كندهن
مقلاة ديالي بقليل من الزبده على هذا الشكل. بعد ما كنتاكدوا بان المقلاة راه سخنات 100%، اذا كنبداو على بركه الله. اذا غنحاول نفرغ لاجينواز ديالي اذا بسرعه، وهي راه غادي تسرح وانا غادي نعاونها. اذا على هذا الشكل غنحاول. اذا هي راه غادي تاخذ الشكل ديالها. وغنحاول نطيبها على نار هادئه وما نقلبها حتى تبان ليا طابت من الجناب وحتى يظهروا ليا جميع الفقاعات. ديك الساعات غنتاكد بلي راه لاجينواز تاعي طابت من الاسفل. بعد ذلك غادي نقلبها باش تطيب على الوجه الاخر. بعد ما كنتاكد باللي لاجينواز تاعي راه طابت من الاسفل، اذا كيبانوا لي فقاعات وكذلك من الاسفل راه كتبان لكم كطلع بوحدها. اذا بهذه غنحاول نقلبها باش نطيبها من الاسفل. اذا كما كتلاحظوا راه ما كتحرق ما والو، خاصنا غير نقابلوها. اذا انا غادي نطيب هاد لاجينواز تاعي والباقي ديال القطع، ومن بعد نتلاقاو باش ندوزو للمرحله ديال التزيين. هاني رجعت لكم مشاهديا الكرام في مرحله التزيين. اذا كما كتلاحظوا القطع ديال الجينواز تاعي راهم وجدوا عفوا. كما كتلاحظوا اذا كتجي بحال الجينواز العاديه غير هذه في الطفال. دابا غادي ندوزو المرحله ديال السقي. اذا ضروري من هذه العمليه اي جينواز كتحتاج باش نسقيوها باش ما تجيناش ناشفه. اذا بالنسبه لهذا السيرو هذا اللي صوبت انا درت تقريبا كاس من الماء قياس على الماء زائد نصف كاس من السكر الخشن. خليتهم غلاو حتى بان ليا تقلص الحجم ديال السائل. كنتحصل على واحد السائل تقريبا كيكون معسل شويه. ثم كنخلي لاجينواز تاعي حتى كتبرد وكنسقيها على هذا الشكل هذا. اذا كنحاول نسقي جميع الطبقات على هذا الشكل. اذا بعد ما سقيت جميع القطع ديال الجينواز تاعي غادي ندوزو للمرحله ديال الحشو اللي كنديروا فيها كما قلت لكم مسبقا علبه ديال الكريمات الشونتي. اذا نسيت انا في المكونات ما درت لكم الحليب. اذا علبه الشونتي مع كاس حليب كاس حليب بارد عفوا. ثم كنخفقوها حتى كيتضاعف في الحجم تاعها. اذا غادي ندوزو دابا للحشو. غندير واحد الكميه ثم غنسرحها بهذا. اذا طريقه جد بسيطه. ثم كنوضع لاجينواز الثانيه او القطعه الثانيه. كنحاول نغطي الكيكه ديالي كلها تقريبا بالحشوه. اذا بعد ما كملت جميع الطبقات بالكريمه كنوصلوا للطبقه الاخيره اللي غادي نسرحها كذلك او نزينها كذلك من فوق بكريمه الشونتيي. ولكن هذه المره غادي نوزعها على جميع جهات الكيك. اذا نحاول نوزعها ونغطي بها جميع اطراف ديال الكيك.
اذا حتى الجوانب نحاول نخبيهم بالكريمه. اذا طريقه جد بسيطه. هاني رجعت لكم مشاهديا الكرام في طبق التقديم النهائي. اذا كما كتلاحظوا معنا كيكه ديال الطفل ديالنا كتجي روعه وما كتبانش واش دايرينها في الطفل. اذا كتبان بحال مطيبينها في الفران، وهذه فكره اللي ما عندهاش الفران تقدر تستعن فقط بالمقله ديال الطفل وتقاد كيكه د لا كريم من اروع ما يكون. اذا كما كتلاحظوا معايا بالنسبه للتزيين بعد ما كملت لا جينواز ديالي بكريمه الشونتيي فقط من الجوانب درت ليها الفول السوداني او الكاوكاو مهرمش، ومن الفوق استعملت الشوكولاته السوداء مع دانيت ذوبتهم وفرغتهم من الفوق وفقط زينتها بحبيبات الشوكولاته السوداء والبيضاء وبحبيبات من السكر الملون بالرمادي، وكيبقى تزيين حسب الاختيار. اذا كما كتلاحظوا كنتحصلوا على 4 طبقات من الكيك، صراحه كتجي روعه وهائله. اذا كنتمنى الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم. ما تنساوش ديروا لي جيم، وفي حلقه مقبله ان شاء الله من شهوات الهام الطبخ.